السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله يوم جديد. هقدم لكم يوم كامل في الصيام المتقطع لخسارة الوزن. النظام ده يا جماعة نقدر نطبقه لأي حد مبتدئ، مشبع جدا لأن الوجبتين فيهم كمية نشويات، بس يعني كمية مش كتيرة. نقدر لو طبقناه بنفس الطريقة واتبعنا صيام متقطع وشربنا مية 3 لتر في اليوم وتحركنا ولو نص ساعة يوميا، بجد هنخسر وزن. يمكن في أوزان ممكن يعني تنزل 10 كيلو في الشهر، وممكن حد ينزل 6. أنا عن نفسي كمتوسط، بما أني وزني لما كنت بعمل الصيام المتقطع أو أول ما بدأت فيه كنت في السبعينات، كنت بنزل 5 كيلو في الشهر. معدل حلو جدا مظبوط. لو حد وزنه أكبر في المية أو حاجة و90 كيلو، ممكن فعلا ينزل بال10 كيلو. الصيام المتقطع سحر في نزول الوزن، يعني يوميا كنت بنزل نص كيلو، فبجد هيفرق معاكم جدا جدا. وكمان كنت ساعات بلخبط، بس يعني ده مش حاجة ان انتوا تخليكم تلخبطوا. بالعكس، لما بتستمروا على حاجة وتخلي عندكم حافز وتوصلوا لوزنكم المناسب، دي احلى حاجة طبعا لو انتوا مش بتعاني من اي مشكلة صحية او نفسية، لان فعلا النفسية بتأثر جدا في الالتزام، وده عن تجربة. لما الواحد بيكون نفسيته مش احسن حاجة مش بيعرف ينتظم في اي حاجة في حياته. فاتمنى منكم كده تعملوا لايك للفيديو قبل ما نبدأ، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتعملوا تعليقات جميلة زيكم. ويلا بسم الله. اول حاجة كده انا عملت بيضة عيون زي ما انتوا شفتوا بقطعة زبدة فلاحي. الزبدة دي بقري لونها اصفر، وممكن تستخدم سمنة بلدي. انا عندي الاتنين، بحب يعني انوع مرة كده مرة كده. وهنا بقى بقطع كده خيارة والقرن فلفل كده حامي. انا عايزه اقول لكم ان كان مولع بصراحه، ما قدرتش اكمله. وهنا بقى نص رغيف بلدي. الرغيف البلدي الايام دي بقى صغير جدا، يعني نص كيلو كميه صغيره جدا. فمعقول لحد بادئ دايت ومش متعود ان هو يقطع نشويات خالص في الفطار، هيبقى مشبع وفي نفس الوقت معقول، يعني مش حاجه مش حرمان. بيضة كده، ومعاه نص رغيف وخيار وفلفل. ممكن نقطع اي سلطة جنب الاكل. الناس اللي بتحب الطماطم ياخدوا ثمرة واحدة. بجد يعني اي خضار، جرجير. انا كان في كمان جرجير جنب الاكل ما صورتوش وانا باكل. بحب احط كده طبق جرجير جنبي، بجد حلو جدا للناس اللي عندها نقص في الحديد، ومفيد جدا للشعر والبشرة كمان. وبقى حطيت قطعة من الجبنة القريش كده. بجد الجبنة القريش طعمها احلى مليون مرة من الجبنة الجاهزة اللي بنجيبها معلبة. حتى لو مصدر حيواني، بحس الجبنة القريش كده بخيرها زي ما بيقولوا. الحمد لله طبعا على كل نعم ربنا. بس انا بحب بجد الجبنة القريش جدا. يعني عندي بقى هنا دلوقتي هعمل نسكافيه جنب الاكل، يعني يبقى كل حاجة المشروب كمان جاهز. زي ما انتوا عارفين ان انا طول الوقت بقول لكم القهوة مفيدة جدا، ونسكافيه برضو مش مضر، بس القهوة افيد. بس ممكن ناخده عادي كنوع من التنوع، والناس اللي بتحبه. اهم حاجة في الدايت نستخدم النسكافيه الكلاسيك او البلاك اللي هو مش عليه اضافات، يعني ولا عليه سكر ولا عليه كافي ميت، اللي هو مش 3 في 1، مش كوفي ميكس والحاجات الكابتشينو والحاجات دي. انا بحط كده نص معلقة من النسكافيه الكلاسيك او النسكافيه السادة خالص. وبحط سكر دايت، او ساعات بعمله من غير سكر، لان سكر الدايت بيخلي طعمه مش زي العادي. انا اكتر حاجة بتحسسني بطعم المشروب بجد لما اعمله من غير سكر خالص، بس محتاجين نتعود على الموضوع ده تدريجيا. حطيت شوية سكر صغيرين، وحطيت طبعا الحليب السخن. انسوا بقى حتة كامل الدسم خالي الدسم. كامل الدسم افيد كتير جدا لصحتنا ودهون صحية. الخالي الدسم اللاكتوز فيه اعلى، وده يعني السكر اللي هو طبيعي اللي بيبقى في اللبن او في الحليب. فالافضل لينا كامل الدسم. والدراسات طول الوقت بتكشف لنا حاجات جميلة وحاجات حديثة بنستفيد منها، ومش عيب ان احنا نغير معلوماتنا لما نعرف معلومة جديدة. وده فطار زي ما انتم شايفين، تقدروا تاخدوه، تقدروا تنوعوا. ممكن بدل البيضة او بدل الجبنة تاخدوا مثلا بيضة وجنبها معلقتين فول عليهم نقطة زيت زيتون. ممكن تاخدوا الجبنة والفول. يعني ممكن تنوعوا حاجات برضو تكون صحية. مش لازم بيض وجبنة، ممكن ناخد البيض مسلوق على حسب ما احنا بنحبه، وننوع كل يوم عشان ما نملش. لان اهم حاجة تخلينا نستمر في نظام احنا يعني عايزين نخس عليه، لازم ان احنا نكون حابينه. دي اهم حاجة. بعد كده بقى طبعا يعني انا اكيد مش هشرب القهوة بعد النسكافيه على طول. كان عدى كام ساعة كده دروس بقى ومشاوير وحاجات. وبعد كده لما رجعت عملت قهوة قبل الغدا.
القهوة طبعا زي ما انتم شايفين عملتها سادة من غير سكر، بحط بن وبحط مية وبقلبها كويس وعلى نار هادية كده وبسيبها مع نفسها، وبعد كده بتشربي احلى بقى فنجان قهوة. يعني عايزة تستجمي كده شوية مع نفسك من الدوشة والمشاوير والمهام اليومية، اقعدي كده اعملك فنجان قهوة، اقري قرآن، اقري صفحتين في كتاب اللي انت حباه، واقعدي كده خدي لنفسك ولو نص ساعة في اليوم وقت تفصلي بيه. بجد الموضوع ده هيفرق معاكي جدا وفي نفسيتك جدا. مش هقولكوا ان الواحد بيعمل كده يوميا، بس على الاقل بيحاول ان هو يعني وقت القهوة ده ما يعملش في اي حاجة خالص غير ان هو يفصل. بجد الموضوع هيفرق معاكوا، خصوصا لو انتوا طول اليوم بقى في دوامة زي ما احنا عارفين كده، طول اليوم بنعمل حاجات، فلازم نفصل شوية. كنت بوريكم هنا المكرونة باخد قد ايه. انا حوالي 4 معالق من المكرونة، يعني تقديريا كده من معالق الاكل. وهنا يعني عارفة ان انا قلت كتير ان المكرونة مش افيد حاجة، بس يعني انا بحبها برضو، بحب اكلها ساعات. هنا عملت ده ورك فرخة بس من غير دهون خالص، لانه اصلا الوراك فيها دهون اكتر من الصدور، بس برضو طعمها حلو جدا وفيها دهون، اللي فيها على الاقل دهون صحية مش مضرة. انا مش باخد الجلد عموما، انا باخدها كده بس زي ما هي، ومحمراها تحميرة خفيفة في حتة سمنة بلدي صغيرة، جنبيها خيار، ممكن اي سلطة يعني جنب الاكل، طبق سلطة حلو منوع كده. بس انا دايما بحب اخد يعني السلطة او الخضار يكون مقطع بالشكل ده. كمية المكرونة لو انتوا حد وزنكوا كبير ممكن تاخدوا لحد 10 معالق على فكرة. بس حاولوا، يعني انا عارفة يعني ان انتوا مش بتكونوا شبعانين خالص، ودي حاجة انا برضو بعاني منها. لما باكل الكمية دي مش بحس بالشبع، مش هتحسوا بكده على طول. انا يمكن عشان بوظت بقالي فترة طويلة ورجعت في الوزن تاني، فالموضوع برضو بحس بالجوع لما باخد الكمية دي، واي حد لسه بادئ هيحس بكده. بس معلش لما تحسوا ان انتوا جعانين اشربوا مية، بجد هيفرق معاكم جدا. وخلوا عندكم اهم حاجة هدف قدامكم، اكتبوا اهدافكم، اكتبوا وزنكم اللي انتوا نفسكم توصلوا له. دي كلها حاجات هتشجعكم تستمروا وتكملوا. ما ينفعش ان احنا يعني اكيد طبعا لازم نتعب عشان نوصل لحاجة. ما ينفعش ان انا ابقى عايزة ان انا اخس كده في يوم وليلة من غير تعب، لا مفيش. يعني الوزن اللي احنا اكتسبناه خلال فترة طويلة ده مش معقول هينزل بسهولة، لا هياخد برضو وقت. بس صدقوني اللي يستاهل ان احنا نتعب شوية في الاول، بعد كده هنرتاح ونتعود. وده كان اخر حاجة هاخدها، زبادي وموزة. كده يعتبر العشاء اخر حاجة خالص. العشاء ممكن ناخد على فكرة يعني خلال اليوم برضو ممكن ناخد 7 حبات من المكسرات، فول سوداني او لوز كسناك برضو بين الوجبات. انا النهاردة يعتبر اخدت سناك قهوة. الصيام المتقطع على فكرة يعني اليوم ده يعني هو صيام متقطع، اخدت اكلاتي كلها في 8 ساعات. واللي عاوز يعرف اكتر عنه شوفوا التحدي او الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، جدول ال3 ايام من الصيام المتقطع، شرحته فيه كده بالتفصيل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. مع السلامة.